جوزي رجع من الغربة فجأة بعد 3 سنين، ولما شافني في بيت أمه بالمنظر ده الدنيا. أنا اسمي سلمى، عندي 26 سنة واتجوزت صغيرة، كان عندي 22 سنة، وكنت فاكرة إن حياتي هتبدأ بداية مختلفة. أهلي توفوا قبل جوازي بفترة قصيرة، وما لقيتش نفسي غير مع جوزي حسام، وهو عندي سندي الوحيد في الدنيا. قعدنا مع بعض سنة واحدة بس، سنة كانت بالنسبة لي عمر كامل. بعد سفره يشتغل بره البلد عشان يبني مستقبلنا زي ما كان بيقول، عشان احنا في بيت عيلة. فضلت قاعدة في شقة حماتي. في الأول كانت بتعاملني كويس، تساعدني وتضحك معايا وتحسسني إني بنتها. بس أول ما حسام سافر كل حاجة اتغيرت، بقت كل حاجة مسؤوليتي، طلباتها، مشاورها، ضيوفها، حتى حاجات ملهاش علاقة بيا. انا اصلا ما كنتش متعود على شغل البيت التقيل، كنت بحاول اتعلم، اغلط واعيد، بس اي غلطة كانت بتتقابل بكلام يوجع اكتر من الغلط نفسه. هو انا جبت لابني واحدة ما بتعرفش حتى تمسك مكنسة؟ انت عايشة هنا عشان تخدميني مش عشان ترتاحي. كنت بسكت، اقول لنفسي معلش كلها كام سنة ويعدوا. كنت بكلم حسام فيديو كل يوم تقريبا، البس هدوم بكم طويل حتى في عز الحر عشان ما يشوفش التعب اللي على وشي. كل ما يسألني مالك ارد بابتسامة جاهزة، لا ولا حاجة بس تعبانة شوية. الحقيقة اني كنت بخاف اتكلم. حماتي كانت دايما تلمح لي اي كلمة هتقوليها ممكن تخليني ارجعك بيت اهلي، وانا ما عنديش بيت ارجع له. عدت الايام تقيلة، وفي يوم قالت لي في عزومة كبيرة، الشقة كلها لازم تلمع. بنتها قاعدة بتتفرج عليا وتقول لي انت محظوظة انك عايشة هنا، غيرك يتمنى العيشة دي. من الصبح وانا انضف والمية في ايدي وريحة المنظفات ملياني، وظهري وجعني وما اكلتش غير لقمة خفيفة. قعدت على الأرض بمسح السيراميك، هدومي قديمة وعليها بقع وشعري متلخبط من التعب. وفجأة سمعت صوت الباب الشقة صوت رجل مألوف جدا. قلبي دق بسرعة، لفيت ببطء. حسام واقف على باب الشقة، شنطته في ايده وملامحه متغيرة من الصدمة. كان المفروض يرجع بعد شهرين، ما كنتش أعرف إنه نازل أجازة مفاجأة. بص حواليه، بص على أمه، وبعدين بصلي. ثواني سكوت غريبة وأنا لسه ماسكة الفوطة في إيدي، وأنا لسه على الأرض وشكلي أبعد مما يكون عن الصورة اللي دايما كان بيشوفها في الكاميرا. عينه ثبتت عليا وكان أول مرة يشوفني بجد. قال بصوت واطي بس مليان حاجة مش مفهومة، إيه ده يا ندى؟ محدش رد. حماتي حاولت تبتسم وقالت بسرعة أصلها بتحب تساعدني. قلت لها بلاش تتعبي نفسك. حسام كان لسه باصص ليا، مش نظرة شفقة ولا نظرة عادية، كانت نظرة حد بجمع قطع صورة اتكسرت قدامه. فجأة قرب خطوة وأنا قلبي كان هيخرج من مكانه، وساعتها بس حسيت إن اللحظة دي اللي أنا كنت خايفة منها من سنين وديها جات. بس السؤال كان هيصدق عينه ولا هيصدق كلام أمه اللي قالته؟ واللي حصل بعد كده محدش كان متوقعه. حسام قال بصوت عالي جدا